محبوبة الجماهير، معلكة بطريقة اللي هي جد سهلة، وفي ظرف ساعة المكانة حضريها للعيد إن شاء الله. بالنسبة للمقادير، عندي هنا باني، قبيصة ديال الملح، 125 غرام ديال السنيدة، تكون شوية رقيقة ما تكونش غليظة. غنضيف كذلك واحد 3 بيضات، الحجم ديالهم متوسط. بالنسبة إلا بغيتو الكمية تكون أكثر تقدروا تضاعفوا المقادير. عندي ملعقة من جليكوز، ملعقة كبيرة، تقدروا تعوضوها كذلك بالمربى. نخلط المكونات. بالنسبة لنصف كأس ديال الزيت غادي نوضعو، نسيت ما ضفتوش ولكن غنضيفو في الأخير. عندي 125 غرام من الكاوكاو محمر، عندي ملعقتين تقريبا من الزبيب يكون مطحون او مقطع، 125 غرام من الكوك، و125 غرام من الزنجلان يكون حتى هو مطحون، وعندي ساشيه ديال الكاكاو، او تقدروا ديروا ملعقتين من الكاكاو المر. نخلط المكونات. غنضيف نصف كأس ديال الزيت، وغادي نخلط المكونات جيدا. فهاد الغريبة كتجي لذيذة، سيرتو ملي كنزيدو عليها المكون داك الزبيب والجنجلان كتجي رائعة. هنا كنجمعو العجين ديالنا، الا ما تجمعاتش كنبدا نزيد بشكل تدريجي الدقيق. بالنسبة لي هنا ضفت 4.5 ملاعق، نتوما على حسب الحجم ديال البيض او لا على حسب النوعيه ديال الكوك. كاين الكوك اللي كيشرب وكاين الكوك اللي ما كيشربش. فبالنسبه ليا المهم اني نحصل على عجين ما يكونش مجموع بزاف، وما يكونش يعني مرخوف بهذا لا تيكستور اللي كتشوفوا معايا دابا. كنشكل كويرات بهذا الشكل هذا. انا غنخرج منها 2 شكيلات في التزيين. غادي نفندها، غنوضعها في البياض تاع البيض، وغنسقطرها مزيان وغندوزها في الجنجلان، ومن بعد غادي نحطها في الصفيحه ونزينها باللوزه من الفوق. غنعاود معكم مره ثانيه كره ثانيه، يعني واضح تزيين ديال هذا الشكل هذا. كنمررها في البياض تاع البيض وندوزها في الجنجلان، كتجي لذيذه هاد الحلوه هادي، وحتى الشكل ديالها كيجي زوين. بالنسبه للشكل الثاني غادي نفندها، غادي ندهن يديا بالماء الزهر اللي خلطته مع السكر كلاصي، وغادي ندوزها كذلك في السكر كلاصي يكون سبيسيال ومغربلينو 2 الخطرات هكا باش تشد لينا في الكره مزيان. هذا هو السر، يعني غربلو السكر كلاصي مزيان عاد باش فندوها. من بعد كنشعل الفران ديالي 150 درجه، كيكون سخون مزيان عاد كنقصو 150 درجه، كنديرها لتحت كطيب حتى كتفرقع، يعني كتشقق شويه، عاد كنخليوها تكمل الطياب ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعه شكلا ولذيذه كذلك. فكنتمناو تجربوها في هذا العيد هذا، فهي راه سهله ما كتاخذش لكم الوقت. غتشوفوا معايا التعليكه ديالها كتجي رائعه جدا. هانتوما كتشوفوا كتجي رطبه. فكنتمنى ان الوصفه عجبتكم. الى الوصفه القادمه ان شاء الله، الى اللقاء.